يا إخوان خلينا نرجع شوي لورا قبل ما تيجي السلطة على البلاد، وقبل الانتفاضة الأولى بالثمانينات. بكى اللي يفتح ثمه أو يتطاول على أي واحد فتحاوي بكى ينداس عليه ويتربى هو كل ثميلته. بالانتفاضة الأولى اللي بكى يجيب سيرة فتح بكى يندعس عليه، بكت في قوات ضاربة. بالانتفاضة الثانية نفس الإشي، انتفاضة الأقصى. فلذلك هاي الأيام ما برد الصاع غير الصاع، الكنطار الحجر كباله كنطار. نشكل مجموعة ضاربة، أي بني آدم بتطاول على فتح أو على الأجهزة الأمنية يندك راسه وراس أبوه وراس أبوه. لازم يبكى عنا قوة رادعة. بظلوا يستهينوا بينا لأنه بنظل نقول حرام ومش حرام وما عارف شو، وصليب أحمر وكلوبنا بيض وعنا حنية ومش حنية، هاي ينسوها. اللي كلبه بيض يكيمه ويرميه ويحط بداله كلب اسود، والصليب الأحمر ينتهي نهائيا. فلذلك لازم تبكي عنا مجموعة ضاربة. اثنين، لما بنحرك واحد بالضفة مثل نزار بنات وبيطلعوا مجموعات وكلهم كلكم بكيتوا عارفين عن هم اللي طلعوا وشو هم اللي طلعوا وشيهن اللي طلعين. انا هيك بفهم الدعس على راس كل واحد بيحاول يتطاول علينا. هاي العاطفة انا بحبهاش نهائيا. بدنا نرجع ونرجع لها فتح هيبتها، نعمل زي ما بكينا نعمل بالثمانينات. اللي بيتطاول 4 5 من الثمين 20 واحد 10 50 من بنقدر نجمع هيك يطلعوا يدعسوا عليه وعلى كل قرايبه. ساعتها بنرجع لفاتح هيبتها. في عنا متسلقين، نعم صحيح، لمصالحهم الشخصية عقلية جدا، بنقدر نحذفهم، بنقدر نحطهم على الرف. مثل ما قلنا الحجر كباله كنطار والطلقة كبالها 100، وغير هيك بصرش تطبيش ليد نطبش بدالها اجرين ثنتين وراس. فبتمنى انه احنا اللي على المجموعة نحاول نشكل مجموعة رادعة، واذا ما يعني فيش حدا بده يقودها انا على هيبة الاستعداد لهذا الحكي. أه، وجاهز اني ادعس عركب، انا ما فهمش غير هيك، ادعس عركب كل واحد بيتطاول علينا.